إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وإنا على فراق فقيدنا لمحزونون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، ولا تضلنا بعده. اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه وألهمه حسن الجواب وطيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء، أنت أهل الوفاء، أنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وأنت غني عن عذابه. إن كان محسنا فزده في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا أرحم الراحمين. اللهم مد له في قبره مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. وارزق أهله الصبر والسلوان، ولا تفتنهم بعده، ولا تحرمهم. فإن كان من أهل الصلاح أطلق الله لسانه فيجيب، وإن كان غير ذلك في ذلك يقول المولى جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي قبل أن يموت ينطق بالشهادتين، وفي الآخرة عند السؤال في القبر، ويضل الله الظالمين
ويفعل الله ما يشاء. من فضة وأكواب كانت احنا مطلوبينكم الى قبة الساعة كولدوا يعني على هذا الحضور، ونشكر الكل القصر والبر، واتوقع هو ما خلى خاطر احد، وركض وتعب والله وحط من جيبه ناس تشهد بحق القصر، تشهد في سبيل ما قذف بشر، دائما على الصدق. تلقاها ان شاء الله هناك تفيد. حال الابواب لا يضيع اجر من احسن عملا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأعنهم على جواب الملكين يا أرحم الراحمين.